في الحقيقة أنا مش عارف أقول إيه بعد اللي حصل ده، وعندي كذا تعليق على الموضوع، فخلينا ما نضيعش وقت. وقبل ما نبدأ اعمل لايك للفيديو، وتأكد إنك مشترك في القناة ومفعل الجرس على كلمة أولى والكل عشان يجيلك إشعارات القناة أول بأول لما أنزل أي حاجة في أي وقت. العرض بدأ بدخول سي ام بانك وسط جمهور بلده، وفي البداية بانك رحب بالجمهور وعبر عن امتنانه ليهم والكل اللي شجعه ووقف جنبه خلال السنين اللي فاتت، وقال إن في ناس قالوا له إنه ما كانش يستحق ده، لكن أخيرا وصل ورايح المين ايفنت في راس المانيا. المهم بعد لما بانك عمل كده راح داخل الوايز مان بول هيمن وقال عن بانك إن هو صديقه المفضل وشكر فيه كتير جدا، وبعد كده قال له أنت ليك عندي خدمة، لكن أنا كمان ليا عندك خدمة، وهي إنك تقول لي إيه هي الخدمة اللي أنت عاوزها مني، لأن الزعيم رومان رينز مش هيكون مبسوط لو جه ولقى اني لسه ما عرفتش ايه هي الخدمه دي. فبانك قال له طب لحد لما الزعيم بتاعك يجي خلينا نستنى، لاني عاوز اقول له الخدمه دي في وشه وهو هيحب جدا انه يسمعها. المهم خرجنا من الفقره دي وكلنا متحمسين وعاوزين نعرف ايه هي الخدمه اللي هيطلبها سي ام بانك من بول هيمن واللي رومان رينز هيكون مهتم ان هو يسمعها. لحد الوقت ده كنت متحمس جدا للعرض، وكنت بقول اكيد هيحصل اللي بقالي فتره بتكلم عنه، لان هو ده اللي اكيد هيعوض غياب سينا وهيعوض غياب الروك، وهو ده اللي هيعمل قيمه للمباراه الثلاثيه دي اصلا. سيبك يا عم من سينا وكودي، كده كده هم هيلعبوا على بطوله، لكن الماتش الثلاثي ده كان على الناشف. وتيجي تفكر في ايه هي الخدمه اللي هتاثر على الماتش، تلاقي اول حاجه جت في بالك هي ان بول هيمن يسيب رومان رينز ويروح مع سيم بانك، لكن ترجع وتقول ان دي برضو مش خدمه، يعني مش الحاجه الجامده، فتقول لا اكيد بانك هيطلب حاجه اكبر من كده، مش معقول يعني تكون هي دي الخدمه. ولحد هنا انا كنت مصمم على ان الخدمه دي لازم تكون حاجه كبيره قوي قد اللي سيم بانك عملها لبول هيمن ورومان رينز ومساعدته ليهم في الور جيمز وقت لما ما كانوش لاقيين حد يقف جنب رومان رينز، وكنت مصمم انها هتكون حاجه ليها علاقه بمصلحه او طريقه لسيم بانك يوصل من خلالها للبطوله، ومفيش غير الطريقه اللي كنت عمال اقول لك عليها لمده اسابيع، مفيش غير ان هو ياخد دفعه رومان رينز او مباراه الاعاده اللي المفروض يلعبها ضد كودي رودز، لانه ما لعبش مباراه اعاده على البطوله من ساعه لما خسرها، وقعدت اقنعك كتير جدا ان هو ده الشرط اللي لازم سيم بانك يشرطه عشان المباراه دي تكون ليها قيمه فعلا، اللي هو زي ما بانك عمل خدمه ساعد بيها رومان رينز وبول هيمن في عز زنقتهم لما ما كانش في حد راضي يقف معاهم، فلازم تكون حاجه كبيره قدها، وقلت ان هي دي الحاجه اللي هتكون تضحيه في مقام اللي عمله بانك، واكبر بكتير من انه ياخد بول هيمن او حتى انه يطلب ان بول هيمن يكون معاه في الحدث الرئيسي ويدخلوا سوا، لان كل ده بالنسبه لي مش حاجه كبيره من قبل لما العرض يبدا اصلا. المهم فضلنا مستنيين وانا من جوايا عمال اقول يا رب يا رب تطلع هي دي الخدمه، لان لو مش هي دي وطلعت حاجه عبيطه فالموضوع مش هيكون حلو وممكن يقل ادبي فيها بجد. بعد شويه بنلاقي في الكواليس بول هيمن بيبعزق من مال امه وبيقول لك مهما كان المعروف او الخدمه اللي عاوزها سيم بانك فانا هوافق عليها، اللي هو بيورط نفسه اكتر واكتر من قبل ما يعرف الخدمه دي، ومن هنا استنتجنا انها هتكون حاجه هتخليه يخسر رومان رينز بالغلط وبشكل غشيم. وبعد كده بنلاقي سيس رولينز داخل ومتحمس يعرف ايه هي الخدمه دي، وقال ان هو مخطط ان هو كده كده هيستفيد من الموضوع، وساعتها قلت ان طالما سيس رولينز قال كده يبقى لازم تكون حاجه فعلا هيستفيد منها. المهم في اخر العرض رومان رينز وصل وطلع رحب بالجمهور واتكلم عن انجازاته وفضله على سيم بانك وان هو اللي وصله للحدث الرئيسي بتاع راس المانيا اخيرا. عاوز اقول لك ان غرور رومان رينز الحلقه دي وصله ان هو يهين سيم بانك ويقلل منه قصاد جمهور بلده اللي هو جمهور شيكاغو، اللي اصلا من غير وجود سيم بانك وقبل لما سيم بانك يرجع كانوا بيهتفوا له لمده 10 سنين، فاللي هو انت بتعمل ايه؟ ده انت لو قصد تخليهم يكرهوك مش هتعمل كده. المهم بعدها بشويه سيس رولينز دخل وفضل يحذر رومان رينز وقال له انا ما اعرفش ايه هي الخدمه اللي بانك هيطلبها، لكن الواقع بيقول انه هيخزوقك. وبالحديث عن الواقع فيا رومان رينز انت ما بتحبش تعيش في الواقع زي باقي الناس، وحابب تعيش في عالم سمسم بتاعك وتقعد تقول انا وانا والحديد اللي اتنى، وكل مره بتخرج فيها من عالم سمسم بتاعك فلا مؤاخذه الواقع بيعضك منها. ومش عاوز اضرب لك امثله، لكن المثال الاول سرقه القرن مثلا، والمثال الثاني الحدث الرئيسي لراس المانيا السنه اللي فاتت. لكن في الحقيقه يا رومان انت عمال تقلل من سيم بانك وفاكر انك اعلى من سيم بانك وفاكر ان مفيش داعي انك تقلق من سيم بانك وفاكر انك بتجبره ان هو يبعد عنك، وانا حاولت اعمل ده وما نفعش، ودلوقتي هو وصل للمين ايفنت بتاع راس المانيا وده الواقع اللي انا بحاول اتقبله حاليا. وانت كان ممكن تمنعه في الور جيمز ولكن ما عملتش كده، وكان ممكن تخليني اوقفه وامنعه في القفص في ماديسون سكوير جاردن وبرضه ما خلتنيش اعمل كده، ودلوقتي احنا اهو هنا ومستنيين نعرف ايه هي الخدمه دي. ودلوقتي انا في حال افضل بكتير من اللي كنت عليه الاسبوع اللي فات لما كنا بنحتفل بوصول سيم بانك للحدث الرئيسي في راس المانيا، واخدت الاسبوع اللي فات ووصلت لكذا وجهه نظر وادركت ان الواقع بيديك خيارين، يا اما تعاني وترمي ده ورا ظهرك، يا اما تتكيف مع اللي حصل وتتحكم في الواقع ده. فرومان رينز رد عليه وقال له الواقع هو انك غير جدير بالثقه. انا اقدر اقول كلمه ولاء لكن انت ما عندكش فكره عن معنى الكلمه دي اصلا، وسيم بانك لسه موجود هنا لاني وعدت الراجل الحكيم بتاعي وانا راجل قد كلمتي،
والواقع برضه بيقول لك اني ما ناديتش عليك عشان تخرج هنا، انا ناديت على سيم بانك مش عليك انت. رولينز قال له تمام، انت ناديت على سيم بانك عشان يخرج لك، وانا خرجت هنا عشان اسمع من سيم بانك، ودلوقتي ناقصنا حاجه واحده، وهي اننا بعد اذنكم نعرف ايه هي الخدمه دي. راح داخل سيم بانك وقعد يبص لرولينز، ورولينز متاكد 1,000,000% من جواه ان الخدمه دي هتكون خازوق كبير هيلبسه رومان رينز، فكان واقف بيسمع اللي هيتقال. راح سيم بانك قال لهم الخدمه. ايه هي الخدمه؟ هي عن الصداقه، عن الارث، عن الوعود اللي اتاخدت وتعاهد عليها، الموضوع عن الولاء. وراح باصص لرولينز كده اللي هو طبعا انت ما تعرفش حاجه عن الكلمه دي، واما كمل كلامه وقال الموضوع بيرجع لوقت قديم قوي، لما ظهرت لاول مره والكل قال لك اني مش بنتمي للمكان ده وقالوا لك اطردني وانت قلت لا، وده يا رومان رينز هو اللي مخلي الرجل الحكيم بتاعك بكل بساطه رجل حكيم. بول، انت تنبأت بده على التلفزيون المحلي في ماندي نايت رو، لو كل نسي ده فده ما يمنعش اني لسه فاكر، ويمكن من قبل ده كمان. لو رجعنا بالزمن لليوم اللي انت مشيت فيه من الشركه دي في الباص بتاع بيك شو، كنت انا وانت وشو وار في دي اللي هو روب فان دام، وقفنا هناك واتكلمنا بينا وبين بعض، وبالخطأ انا خليت الموضوع عني وقلت لك يا بول دول هيطردوني، انا من غيرك ولا حاجه، ما تمشيش يا بول. وانت ساعتها قلت لي لا 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 لا، امورك هتكون تمام ما تقلقش. وساعتها قلت لك انا اسف اني قلبت الموضوع وخليته عني، فاكر ده يا بول؟ وقلت لك اقدر اعمل ايه عشانك. ساعتها بصيت لي في عيني وقلت لي يا بانك، لما تتصدر الحدث الرئيسي لراسلمانيا اجبرهم انهم يتقبلونا سوا، لكن اللي كنا بنتكلم عنهم خلاص ما بقوش هنا. عشان كده يا زعيمي انا هجبرك انك تخرج بره منطقه راحتك، هجبرك انت انك تتقبلنا احنا الاتنين مع بعض، لان في راسلمانيا في الحدث الرئيسي هيكون في الزاويه بتاعتي الرجل الحكيم بتاعك صديقي المفضل بول هيمن. بول هيمن في اللحظه دي اتصدم، ورومان رينز استغرب وفضل مستهون بالكلام، ورولينز فضل يضحك وقال لرومان رينز قلت لك ان ده هيحصل. فرومان سكت شويه وفضل يقول في نفسه كده اللي هو ايه الهبل ده، معقول انت عبيط للدرجه دي عشان تطلب حاجه زي دي؟ وراح قال لي سيم بانك هي دي الخدمه اللي انت عاوزها؟ وبعد كده فضل يضحك بسخريه، وقام قايل لي سيم بانك انت عارف ان هو بيحبني مش كده؟ هو محتاجني، انا انقذته، فحتى لو انا وافقت فهو مش هيوافق. يا راجل يا حكيم. ايوه يا زعيمي، اتعامل انت والنبي مع امنيات اليائس العبيط ده ممكن؟ راح بول هيمن سكت، ورومان رينز فضل مستني بول هيمن ان هو يرد، وبانك وقف مبتسم. فرومان رينز اتضايق ان بول هيمن ما ردش، وبص عليه لقاه بيعيط، راح قال له انت بتعيط؟ احسن لك قول له لا. هيمن حاول يبرر لرومان رينز، قام رومان قايل له انا اللي عملتك، انا اللي خليتك حاجه كبيره، قول له لا. راح هيمن مسح دموعه، ورومان قال له انا هديك فرصه واحده كمان، قول له لا. قام بول هيمن اتكلم وقال لا يا زعيمي مش هقدر اعمل كده، وكان متاثر جدا وبيعيط. راح سيم بانك فرح اكتر، ورولينز فضل يضحك ضحك بشكل هستيري، ورومان مسك هيمن وفضل يكلمه اللي هو انت بتقول ايه؟ انت عبيط؟ وزنقه كده عند الكورنر وهو مش مصدق اللي حصل ده، وحاول يتكلم قوي فوقه اللي هو انت اكيد مش في وعيك، انت بتقول ايه؟ قام سيم بانك مستغل الفرصه دي وهجم على رومان رينز ومسكه وعمل له جي تي اس ورماه في نص الحلبه، وراح باصص على رولينز وهو مستعد يخلي الدور عليه هو كمان، وهيمن في الخلفيه عمال يعيط وزعلان جدا بسبب اللي حصل ده، وزعلان ان سيم بانك ضرب رومان رينز، والعرض خلص على المشهد ده. مبدئيا كده اللي حصل ده شيء مخيب للامال جدا، لانك لو متابعني طول الاسابيع اللي فاتت هتلاقي اني كنت متخيل حاجه تانية خالص، وكنت بتمنى انها تحصل، والكل كان موافق على رايي ويتمنى فعلا ان اللي قلته يحصل، لانه كان منطقي جدا وكان هيحمسنا للعرض اكتر، وكان هيخلي المباراه دي ليها قيمه كبيره. بالاضافه لده ان بعد اللي حصل في الحلقه دي فالقصه اظهرت ان رومان رينز شخص مغرور جدا، اظهرت ان هو برغم كل اللي مر بيه فهو لسه بيتخدع، ورغم ان رولينز حذره لكن ما تقبلش نصيحته لانها للاسف جايه من واحد خاين، ورومان اتخدع منه كتير قبل كده. كل الكلام ده جميل وكان متوقع، لكن قصه الخدمه نفسها مخيبه قوي لاملنا كلنا. يعني ايه في الاخر خدمه سيم بانك اللي طلبها من بول هيمن تطلع ان هيمن يكون داخل مع سيم بانك في راسلمانيا؟ يعني ايه بجد؟ هي دي الخدمه؟ هي دي الحاجه اللي انت فضلت محمسنا بيها طول الشهور اللي فاتت؟ وعاوزك تلاحظ حاجه، سيم بانك قال ان الخدمه دي هتكون في راسلمانيا بس، كلامه كان واضح جدا، وهو ان عاوز بول هيمن يدخل معاه هناك بس مش اكتر من كده، يكون في الزاويه بتاعته في راسلمانيا وبس، ما قالش ان هو يكون معاه دايما، يعني كمان حاجه مؤقته اللي هو لمده ليله واحده وبس. فطبعا الكلام ده مش هيدخل دماغ كل المتابعين بل فئه معينه بس. هفهمك انا، بص يا عمنا، انا واللي في نفس جيلي اللي عصروا فتره سيم بانك قبل ما يمشي من الاتحاد هنفهم ونقدر الكلام اللي اتقال ده كويس جدا، وهنفهم ان فعلا ده كان وعد من بول هيمن لسيم بانك ومن سيم بانك لبول هيمن، ان لو سيم بانك راح الحدث الرئيسي لراسلمانيا بول هيمن يدخل معاه ويقدمه ويكون واقف في الزاويه بتاعته.
ولكن اللي بيتفرج حاليا من الاجيال اللي جت بعد كده بعد لما سي ام بانك مشي هيقول لك ايه العبط ده؟ ايه اللي فيها يعني؟ وبصراحه عندهم حق. ايه المبهر في الموضوع؟ ايه اللي هيخليني استنى الماتش ده عشان اشوف سي ام بانك وبول هيمن هم داخلين سوا في الحدث الرئيسي في راسلمانيا؟ بس كده؟ زمان كنت هتحمس للحوار ده، لكن حاليا بالشكل ده حرفيا ما نبناش من اللي حصل غير ان بول هيمن خسر رومان رينز وفقد ثقته فيه بعد لما كان هو الشخص الوحيد اللي رومان رينز بيثق فيه وسط كل الناس اللي عرفهم وخانوه، مقابل ليله واحده بس مع سي ام بانك. الاتحاد خلى علاقه رومان رينز وبول هيمن تنتهي تماما بالطريقه الرخيصه دي. فمهما كانت المفاجاه اللي ناويين يقدموها خلال المباراه دي، لكن حرفيا الحماس رجع تاني قل، لان المباراه دي بالشكل ده ما زالت في نظري مباراه بلا هدف بدون مقابل، مباراه على الناشف. يا عم يا ريتها كانت مقابل ان الكسبان ياخد بول هيمن، والله كانت هتبقى اجمد. بس لو هترجع تبص اللي حصل هتلاقي ان ظاهر جدا من ردود افعال بول هيمن انه زعلان عشان عارف كويس ان هو بالشكل ده هيخسر الاثنين. بيخسر رومان رينز لانه بينفذ خدمه لسيم بانك، وفي نفس الوقت ما يقدرش يرفض لان سيم بانك عمل له خدمه كبيره قبل كده، والمره دي بول هيمن عيط كانه فعلا في موقف صعب مش عارف يرضي ده ولا ده. وهنا برضه بول هيمن وصل لنفس النقطه اللي بانك ياما حذره منها، وهي انه عمره ما هيعرف يراهن على جوز خيول في نفس السباق، لان لازم واحد بس هو اللي يكسب. وهيمن لحد اخر لحظه ما كانش عاوز يخسر حد من الاثنين، بس برضه تحس ان نفس السيناريو بيعيد نفسه، لانه عمل كده زمان وحاول يعمل كده مع سيم بانك وبروك ليسنر، لكن سيم بانك رفض. والمره دي لان سيم بانك عارف كويس ان هو لو كان طلب من بول هيمن انه يكون معاه فكان رومان رينز هيشاركه فيه، عشان كده راح مخلي دي الخدمه عشان في راسلمانيا يمتلك بول هيمن لوحده حتى لو لمده ليله واحده وهو داخل راسلمانيا الحدث الرئيسي. لكن برضه هرجع واقول لك مباراه بلا قيمه مع كامل احترامي للثلاث نجوم الكبار اللي مشاركين فيها، وبالشكل ده اللحظه اللي كان نفسي تحصل خلاص كده مستحيل تحصل. فمش عارف بصراحه هل ده سوء كتابه للسيناريوهات ولا كسل من عند الاداره ولا بهدف ان هم عاوزين يستغلوا السيناريوهات على المدى البعيد والقصه تطول منهم، ما تعرفش بصراحه ايه اللي بيدور في دماغهم. ولكن مع ذلك هقول لك ان الخطه الاصليه المتسربه واللي فيه اشاعات انها كانت هتحصل كانت هتاخد مسار تاني احلى بكتير من المسار اللي ماشيه فيه القصه دلوقتي والمسار اللي انا كنت متخيله، وكان فعلا كان في مفاجاه هتحصل ولكن فشلت. هقول لك انا ازاي. يقال ان من فتره طويله تريبل اتش عمل مفاوضات عشان القصه دي ترجع بالزمن للماضي، بحيث يقال ان كان في مفاوضات من الدبليو دبليو اي مع جون موكسلي او دين امبروز عشان يرجع للدبليو دبليو اي تاني، ولكن المفاوضات دي فشلت. بيقولوا لان امبروز اشترط انه يتحكم في السيناريوهات اللي هتشتغل ويكون ليه كامل الحريه في اختيار الشخصيه اللي تخصه، ولو هيعيدوا فريق ذا شيلد عشان قصته مع سيم بانك تشتغل من تاني فيقال ان هو كان عاوز يكون هو الشخصيه الرئيسيه في الفريق لو ده حصل. ولكن طبعا الاتحاد رفض لان بالشكل ده هيكون هو اعلى من رومان رينز وسيس رولينز اللي شالوا الشركه اصلا في غيابه وكانوا هما النجوم الكبار. عشان كده بيقولوا ان المفاوضات دي حصلت وفشلت، ده اللي اتقال وده اللي كان فعلا ممكن يكون مقبول. وبالمناسبه السيناريو ده هو اقرب سيناريو للي حاصل في لعبه دبليو دبليو السنه دي في قصه ماي رايز، والقصه فعلا مركزه على سيم بانك. ولو هتسالني ايه علاقه اللعبه باللي بيحصل في الحقيقه، هقول لك ان كل سنه بيكون في القصه اللي في اللعبه حاجه بتلمح عن المصارع اللي قصته هتكون بارزه خلال السنه، والسنه دي كانت عن سيم بانك، والقصه كان فيها جزء حصل فيه اتحاد فريق ذا شيلد بقياده سيس رولينز وكان معاه عضوين غير رومان رينز ودين امبروز، وكانت عن ان سيم بانك هيتحول للشخصيه الهيل وعمل عصابه وبيستغلها وخدع ناس كتير. فمن ضمن الناس اللي وقفوا قصاده كان سيس رولينز وحاول يجمع تاني فريق ذا شيلد عشان يقلب المواجهه على سيم بانك. فوارد جدا ان حوار المفاوضات اللي تمت مع موكسلي كانت فعلا تكون حصلت وفشلت، وبصراحه عاوز اقول لك لو كان ده حصل كانت هتبقى حاجه ممتازه ومنطقيه جدا. لو كانت المخططات الاصليه ان امبروز يرجع في راس المنيا ويتحد مع رومان رينز وسيس رولينز ضد سيم بانك اللي عمال يقول لهم انا عملتكم وانا اللي جبتكم هنا، فالكلام ده كان هيبقى منطقي بعد العداوه اللي دارت بين سيم بانك وسيس رولينز وبعد الخازوق اللي لبسه الرومان رينز لما خد منه بول هيمن. ولكن هنقول ايه، ادي الله وادي حكمته. ولكن خلينا دلوقتي ننزل لارض الواقع ونشوف السيناريو ده رايح بينا على فين. من اللي اتقال واللي حصل بنلاقي ان سيم بانك قال انه عاوز بول هيمن يكون معاه في راس المنيا وبس، ما قالش اكتر من كده. ومن اللي شفناه من رومان رينز بيقول انه عمره ما هيرجع يثق في بول هيمن تاني ابدا، وانه حتى بعد راس المنيا مش هيقبل انه يرجع ويكون معاه. ومن ردود افعال بول هيمن بنلاقي انه مدرك تماما انه كده خسر رومان رينز. ومن ردود افعال سيم بانك هتلاقي انه برضه مدرك ان اللي عمله بالرغم من ان هو كان حاجه صغيره لكن كانت كفيله انها تخلي هيمن ورومان رينز يخسروا بعض للابد. ولكن انا لاحظت حاجه، هيمن قبل ما سيم بانك يقول الخدمه اللي هو عاوزها قال ان هو هيقبل خدمه سيم بانك مهما كانت ايه هي من قبل ما سيم بانك يطلبها اصلا. فانا عاوز اسال سؤال، هو ماسك عليك زله ولا ايه؟ يعني ماسك عليك سيديهات؟ قافش عليك صور وفيديوهات؟ يعني انت كان ممكن ساعتها ترفض وتقول له انا اقبل اي حاجه الا اني اسيب الترايبل شيف بتاعي. فيا اما هو ماسك عليك حاجه
يا اما انت فعلا بتتخابس وعاوز اصلا تروح مع سين بانك. واكبر دليل على الكلام ده ان في يوم توقيع العقد لما رومان رينز طلب من سين بانك ان هو يشكره، بول هيمن في الخباثه كده قاعد يقول لي سين بانك لا ما تعملش كده. فالحوار بصراحه محير، اللي هو انت كل ده يا بول هيمن بتعمل تمثيليه ولا ايه بالظبط؟ فيا اما بول هيمن مذلول، يا اما بيتخابس وبيمثل، يا اما طمع بول هيمن هو اللي هيوديه في داهيه ويخسره كل حاجه. والبدايه اهي، خسر رومان رينز مقابل ليله واحده مع سين بانك عشان يعمل لحظه تاريخيه معاه، ومن بعدها رومان رينز مش هيعوزك ولا سين بانك طلب انك تكمل معاه بعد الليله دي. وعلى فكره بانك ما طلبش ده، وطلب انه يكون معاه لمده ليله واحده، والسبب بسيط جدا وهو ان بول هيمن ما يكونش معاه حد ومفيش حد يقبله. بالتالي بول هيمن هو اللي يجي يطلب من سين بانك انه يكون معاه، فساعتها بانك يقول له انت اللي محتاجني دلوقتي مش انا اللي طلبت منك انك تكون معايا. فهمت اللقطه دي؟ ولكن لو بصيت على الكلام اللي قاله سيس رولينز هتلاقي انه قال لبول هيمن انه هيحاول يستفيد من الخدمه اللي هيقولها سين بانك، وفعلا هتلاقي سيس رولينز فرحان جدا باللي بيحصل ده. ومن اللي حصل هتلاقي ان الاضواء كلها متسلطه على سين بانك ورومان رينز وبول هيمن، ومفيش اي اضواء متسلطه على سيس رولينز. ومن هنا نقدر نقول بشويه ثقه صغيرين عشان برضو ما نعليش سقف التوقعات بتاعتنا ان احتمال الخازوق اللي هيجي المره الجايه هيجي من سيس رولينز، وهيلبسوا الرومان رينز للمره الثانيه والسين بانك للمره الاولى بعد لما يفتكر ان هو خلاص حصل على بول هيمن. ولان هيمن عارف كويس ان رومان رينز مش هيقبله تاني لانه هيكون متضايق جدا منه، ولان برضه بول هيمن هيكون متضايق من سين بانك لانه خسر رومان رينز، وعارف كويس ان بانك عاوزه لمده ليله واحده، فاحتمال كبير قوي تحصل الحاجه اللي الكل اتكلم عنها قبل كده، وهي ان بول هيمن يسيب الاثنين ويفك من وجع الدماغ ده كله ويروح مع سيس رولينز. وبكده بول هيمن حرفيا يكون كسبان كل حاجه، حقق كل الانجازات اللي محدش بيحلم بيها في حياته مع رومان رينز، وعمل لحظه تاريخيه مع سين بانك، ودخل معاه في ريسل مانيا زي ما وعدوا زمان، وفي نفس الوقت انتقم منه عشان خسره رومان رينز. بالاضافه لده عوض خسارته لرومان رينز وحصل على وكيل جديد ليه وهو سيس فريكن رولينز. وده المسار اللي محدش فينا متوقع انه ممكن يتحقق والكل مستبعده، ومش هقول لك انه ممكن يحصل ولكن اتمنى انه فعلا يحصل، لان كل مره بنتعشم وبنزعل، فعاوزين نرجع الشعار القديم من هنا ورايح، ما تتعشمش عشان القفا ما يعلمش. فاللي متاكد منه ان طالما الاتحاد فصل المين ايفنت بتاع الليله الاولى عن الليله الثانيه يبقى هيحصل صدمه في الليله الاولى زي ما هيحصل صدمه في الليله الثانيه، وقدامنا اقل من اسبوعين لحد ريسل مانيا، فخلينا نستنى الاحداث تورينا ايه اللي ممكن يحصل. من وجهه نظري اننا على وشك نشوف شخصيه جديده جدا ومختلفه لرومان رينز، وهيكون هو ده الفصل الجديد اللي اتكلم عنه قبل كده، وانه هيكون لوحده من غير بول هيمن، وانه هينضج شويه، يعني هيبطل غرور وتكبر، لان ده هو اللي كان دايما موديه في داهيه هو بشخصيه الترايبال شيف. فهو هيعمل بالكلام اللي قاله سيس رولينز وهيركز على الواقع شويه، وهيخرج من عالم سمسم اللي هو عايش فيه ده، وانه كل حاجه دايره عنه وعن انجازاته، وانه اعظم حد في الكون، وهيبتدي يدرك انه خسر كل حاجه وبقى لوحده ولازم يعمل حاجه من اول وجديد، ويبطل يعتمد على الناس او يفكرهم ان ليه فضل عليهم. اعتقد ان رومان رينز هيقدم حاجه جديده وهيبتدي يفوق. اما بالنسبه لسين بانك وسيس رولينز، فيا اما سين بانك هيدخل في صراع مع رومان رينز بسبب بول هيمن، يا اما هيكمل عداوته مع رولينز وحد فيهم هيقلب هيل وياخد بول هيمن معاه ويكمل باقي القصه. ولكن انا عن نفسي بتمنى ان العداوه تفضل دايره بين الثلاثه، ونشوف اتحاد بين رومان رينز وسيس رولينز ضد سين بانك. وارجع اقول لك بصراحه متضايق جدا من مسار الاحداث ده، ما زلت مش حابب اللي حصل ومش متحمس للي هيحصل من بعد لما اعلنوا على الخدمه اللي سين بانك عاوزها. حوار الخدمه دي كان عامل زي البالونه اللي الاتحاد فضل ينفخ فيها وخلاها حاجه كبيره جدا وعظيمه ولفتت الانظار قوي، وفي الاخر فرقعت وما بقاش ليها اي لازمه لما كشفوا عن انها خدمه عبيطه زي كده. فحابب اعرف رايك، ايه اللي كنت متوقعه قبل الاعلان على الخدمه دي، وايه اللي من وجهه نظرك شايف انه ممكن يحصل بعد اللي قاله بانك واللي حصل في سماك داون ده؟ ويا ريت ما تنساش اللايك، وتاكد انك مشترك في القناه ومفعل الجرس على كلمه اولى وكل عشان يجيلك اشعارات القناه اول باول لما انزل اي حاجه في اي وقت. والى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا.